السلام عليكم، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا مزيانين وتكونوا بصحة جيدة وبخير وعلى خير يا ربي. اليوم جيتكم فيديو جديد وموضوع جديد ان شاء الله يا ربي. جيت الموضوع ديال اليوم هو المرض. بغيت نتكلم عليكم على المرض ان شاء الله. بغيت نتكلم اليوم على موضوع المرض. شكون بغيت نهضر معكم اليوم. بغيت نهضر معكم في واحد الموضوع اللي كلنا دزنا منه ولا ضروري ندوزو منه، وهو المرض. شكون فينا ما عمره ما مرض، وشكون ما عمره حس بضعف قدام شي وعكة صحية. اليوم غنحاولوا نفهموا ان شاء الله يا ربي المرض ببساطة. خصنا نفهموا، غادي نفهمكم المرض ببساطة ان شاء الله. وتبعوا معايا البنات واخوتي احبابي، الله يجازيكم بالخير. تبعوا معايا علاش كيجي، سميت علاش كيجينا هذا المرض، وشنو هي احسن طريقة باش نتعايشوا معاه، والاهم كيفاش نديرو باش نتهلاو بصحتنا قبل ما يوقع الفاس في الراس. شنو هو المرض؟ دابا غادي نعرفوا المرض شنو هو ببساطة ان شاء الله. المرض ماشي هو حريق الراس ولا السخانة. المرض هو واحد الرسالة كيعطيها ليك جسمك، كيقول لك فيها راه شي حاجة ما غادياش مزيان في الجسم ديالك. الجسم ديالنا بحال شي ماكينة واعرة، ولكن خصها الصيانة. وملي كيوقع الخلل في شي جهة كيبان لنا المرض كأعراض باش نفيقوا ونحاولوا نصلحوا هذا الخلل ان شاء الله غادي نقول لكم اسباب المرض، وكنتمنى ان شاء الله تتابعوني يا ربي. اسباب المرض، علاش كنمرضوا زعما، علاش شنو هو السبب اللي كيخلينا كنمرضوا. وانا عارفين المرض من عند ربي هو اللي كيعطي المرض، ولكن خصنا حتى حنا نتهلاو بصحتنا. كاين بزاف ديال العوامل، ولكن غادي نلخصوهم في ثلاثه ديال الحاجات. داكشي اللي كناكلو اولا، داكشي اللي كناكلو واللي كنشربو، الماكله ديال الزنقه، السكر بزاف، والستريس ديال الدار وفي الخدمه، وهادو كيهلكوا المناعه ديالنا. كيهلكوا المناعه ديالنا بشويه بشويه. المناعه ديالنا كتهلك وما كتقدرش تواجه المرض. وكاين المرض ديال الوراثه، كيكون داكشي عندكم في العائله ديالكم، بحال السكر، ولا هذا يكون في جدك ولا في حنا كيكون ورث. كاين شي امراض اللي كيجيو من العائله، هادو كيجيو من العائله. وهادو خصنا نكونوا واعيين بهم ونديروا الفحص دوري. خصنا ديما نديروا الفحص الا كان عندنا شي مرض وراثي. خصنا ضروري نديروا الفحص. وكاين البيئه والعدوى، البيئه اللي كنعيشوا فيها والفيروسات. كاين البكتيريا والفيروسات اللي كاينين في كل بلاصه، والتقلبات ديال الجو، حتى الجو كيلعب دور في هذا الشيء. دابا كيفاش نتهلاو بصحتنا، كيفاش غادي نديرو باش نتهلاو بالصحه ديالنا؟ غير بشي حوايج بساط. واخا ربي غادي يعطينا المرض، ربي سبحانه وتعالى هو اللي كيعطي المرض، ولكن حتى حنا خصنا نديرو شي مجهود، باش نتهلاو بالصحه ديالنا. باش ما نبقاوش ديما غاديين جايين للطبيب. كاين بعض القواعد بسيطه، ولكن المفعول ديالها زوين وكيساعد باش نتهلاو بالصحه ديالنا. الماكله، ردوا البال من الماكله ديال الزنقه. نطيبوا في الدار، نكثروا من الخضر، من الفواكه، نقصوا من المقليات السكر ضروري نقصوا حتى من الفورس، الخبز الابيض، نقصوا كلشي من هذا الشيء.
والحركة ضروري، من الحركة بالخصوص الإنسان اللي كيكبر في العمر ما كيبقاش يتمشى بزاف، خصو ضروري يتمشى على الأقل، ماشي ضروري تكون بطل عالمي، غير تمشى واحد 30 دقيقة ولا في اليوم، راه كتحرك الدورة الدموية، بالخصوص من الناس الكبار ملي كيكبروا شوية ما كيبغوش يتحركوا. خاصنا ضروري حنا الصغار اللي صغار شويه يساعدوا الوالدين ديالهم، ما يخليوهمش جالسين في الدار بزاف، واخا تمشي غير للحانوت ولا تسخر ولا دير شي حاجه، ما تخليوهاش تجلس في الدار الوالده ديالكم ولا الوالد ديالكم، لا اي واحد كبير عندكم في العمر ولا الجده ديالكم، خليوهم يتمشاو. ما تبقاوش تمشيو في السيارات، خليهم يتمشاو شويه باش يحركوا الدوره الدمويه ديالهم. وكاين الراحه، ما كنهضرش على الراحه اللي كل نهار تبقى النوم، النعاس ديالنا خصنا ننظموه، ما نفوتوش كاع لفتنا، ما نفوتوش العشرة د الليل، ماشي حتى 12 ولا الوحده ولا الزوج ولا حتى للربعه، كاين اللي كيبقى حتى للربعه. النعاس هو كل شيء. الا ما ارتاحيناش الجهاز المناعي ديالنا كيعيا وما كيقدرش يحارب الامراض. كنيتو الجهاز المناعي ديالنا ملي كيعيا، واخا يجيك اي مرض ما غاديش يقدر يحاربه، تبقاي ديما مريضه ديما مريض ديما مريض، كتعاني بزاف الامراض. خصنا ضروري نعسو مزيان ونرتاحو، وما نفكروا في حتى شي حاجه اللي دارها الله راه هي اللي غادي تكون. ارتاحوا وما نبقاوش غير نفكروا. من وقت النعاس راه وقت النعاس كاين في الليل، راه ماشي في النهار. ما تقوليش غادي نعوض النعاس حتى الغدا ونعوضه في النهار، ما يمكنش. النعاس ديال الليل ماشي هو ديال النهار اخوتي. وكاين سميتو الفحص الدوري، كنديروا الفحص، ما تنساوش حتى ما تسناوش حتى ما كنتسناوش حتى نمرضوا ونوصلوا لواحد الحاله ماشي هي هذيك، عاد نمشيو للطبيب ونديروا، وعاد نبقاو نجريو مع سميتو التحاليلات والفحوصات. خصنا كل عام نديروا تحاليل، نديروا شي حاجه، المهم نراقبوا مثلا الجهاز الهضمي ديالنا، ونراقبوا بزاف الحوايج، السكر ديالنا، كل شيء. الوقايه خير من العلاج. ملي كتوقي راسك احسن من تبقى تعالج، ملي صافي كيلقاو فيك المرض كتبقى تعالج. وفي الاخير اخواني اخواتي، كنقول لكم الصحه هي اغلى ما نملك، هي اللي عندنا. الصحه هي كل شيء، هي اللي كتعطينا القدرة باش نتمشى ونخدموا ونفرحوا مع عائلتنا، باش نتمشى نخرجوا نضحكوا نديروا صوالحنا. الا ما كانش عندنا صحتنا ما غادي نقدروا نديروا حتى شي حاجه، واخا يكون عندك مال الدنيا، الا ما عندكش الصحه، عندك الواطه، عندك السيارات الفخمه، عندك اللي عندك، ما عندكش الصحه، ما ناعس في الارض ما تقدرش تسوقهم، تبقى غير تشوف بعينيك، تبقى تقول الصحه هي الصحه يا عدوة مولها. وهذه هي الاغنيه، فكروها البنات، الصحه ويا الصحه ويا عدوة مولها، بلا ما تضحكوا عليا ما عندي صوت. المهم نكملوا الفيديو. كنتمنى ان شاء الله يشافي يا ربي، الله يشافي كل واحد مريض يا ربي، يا ربي سبحانه وتعالى، الله يشافي كل واحد مريض في هذا العواشر يا ربي. كنطلبوا الله يشافي جميع المرضى ان شاء الله، اللي راهم في السبيطارات واللي راهم يعانيوا في الدار ما عندهمش باش يداواو، ان شاء الله يا ربي الله يشافيهم في هذا العواشر. كنتمنى اي واحد ان شاء الله تبقى له صحته ويتشافى، واللي مريض يتشافى يا ربي ان شاء الله. الله يعطينا الصحة والسلامة كاملين كاملين يا ربي ان شاء الله. إلى عجبكم هذا الفيديو واستفدتوا منه، ما تنسوش ديروا لايك، وخليوا لي في التعاليق في الكومنتيرات شنو هي العادة اللي كديروها
وكتحسوا باللي كتحسن الصحه ديالكم، يعني بحال شي حاجه كديروها كتاكلوها ولا كتشربوها ولا وكتحسن الصحه ديالكم. عطيونا النصائح حتى حنا باش نستافدوا معاكم، حتى حنا رانا مرض باش نستافدوا، واللي مريض حتى هو يستافد. وتهلاو في راسكم وصحتكم، راه هي اغلى حاجه. راه ما تبقى تحاولوا على صحتكم، ما تبقاوش غير تجريو مور الدنيا راها فايته. بنادم يتهلا في الصحه ديالو في يبقى يراقب الماكله ديالو، ما يبقاش غير ياكل اي ماكله، ياكل الزنقه. ما تعرفوا كاع باش كيديروهم ديك الماكله، واش غاسل يديه ولا ما غاسلش يديه. خاص الانسان ضروري من المراقبه، يراقب الماكله ديالو. أنا عارفه الله يحسن العوان اللي خدامين ما كيقدرش يطيب ما كيقدرش، ولكن خصو ضروري يدير الاحتياطات. وكنشكركم بزاف وتقبلوا مني هذا الفيديو، وتهلاو في راسكم وصحتكم. والى الفيديو الجاي ان شاء الله، يا ربي سبحانه وتعالى. مع السلامه. وتهلاو في والديكم وخرجوهم يتمشاو شويه باش ما يبقاوش غير ناعسين. خرجوا واخا غير 5 دقائق، عطيوهم غير 5 دقائق ولا 10 دقائق. اللي عنده والدين ديالو كبار في السن يخرجوا. حتى الشباب والشابات حتى هما خصهم يديروا الحركه وهذه باش يكونوا مزيانين ديما من السبور، يتهلاو في الصحه ديالهم. يلا الله يسهل عليكم، والله يشافي كل واحد مريض، والله يعطيكم الصحه ديالكم. بسلامه عليكم، بيزو. الفيديو الجاي ان شاء الله هو موضوع جديد ان شاء الله.